صباح الأربعاء إلى مقر السفارة البوركينابية المتواجدة بحي ليبيار لتسجيل طلب التأشيرة إلى هذا البلد، استعدادا للتنقل بقوة إلى العاصمة وغادوغو لتشجيع عناصر التشكيلة الوطنية في لقاء الذهاب من مباراة السد ضد منتخب بوركينا فاسو المؤهلة إلى مونديال البرازيل يوم 15 أكتوبر المقبل، قبل مباراة العودة التي ستجرى على ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة شهر نوفمبر المقبل، حيث يأمل مشجعي المنتخب الوطني أن يحظوا بتسهيلات تضمن تنقلهم وبقوة للوقوف وراء رفقاء بوغرة في هذا الموعد الهام وتحقيق التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. الزميل محمد قريشي كان حاضرا بمقر السفارة وعاد لنا بهذه الأجواء. حنساندوا الفريق الوطني باذن الله، حنساندوه، راح نوقفوا معاه في بوركينا فاسو، راح نتنقلوا بقوه لبوركينا فاسو. جينا الان جينا دوكا جينا للسفاره، جينا للسفير بوركينا فاسو وسهلنا، درنا تسهيلات. هي طلب منا ثلاث صور شمسيه، طاونا لي فيش هذه، طاونا لي فيش باش نعمروهم، وقلنا التاشيره حوالي 3 ايام راح تبدوها، وان شاء الله احنا انصر، احنا رايحين مع الفريق الوطني، راح نتنقلوا معاه لوين يروح للاخر شغل البي. ان شاء الله البي قالوا لنا حاول المبلغ تاع البي 5 ملايين. هذا بينا احنا نفريو شغلنا على البكري يا اخو، نفريو شغلنا على البكري باش يرقلوا امورنا ونروحوا بكري قد ما رحنا بكري مليحه، باش نحفظوا البلاد كالعاده، نحفظوا البلاد. وبوركينا فاسو بلد مسلمين، نورمال نعيدوا تما عادي، بريبارو نعيدوا تما ان شاء الله، نشوفوا برك اي راجل يعطونا نخلونا ندوك باش معنا برك، دوك باش معنا تاعنا خير. خويا احنا انصار الفريق الوطني، احنا نحبوا البلاد، احنا ينجو قبل بعام كنا نبريباريو على هذا الماتش. انني حاب نروح بوتفليقه، اديني لتشاكر، اديني لبوركينا فاسو.